واحد فيهم روسي ملحد جه سرق السمع وقعد يسمع معهم، فلما خلص البيان قال لي الكلام عجبني ولكن ما اعتنق دين بسبب محاضرة. قلت له ايه مطلبك يعني؟ قال انا سمعته لما سألت عرفت ان انتوا بتمشوا في المساجد، ممكن امشي معاكم؟ قلت له اه. قال لي وانا زي ما انا ملحد يعني لا اعترف بوجود الله. قلت له اتفضل. قال هتقبلوني في المسجد؟ قلت له اه. قال لي بس انا بشرب خمرة، هجيب معايا خمرتي. قلت له لا، في المسجد لا يصلح، خارج المسجد براحتك ولكن في المسجد لا. مشي معنا وكان الاحباب يكرموه، اللي يفرش له فرشته واللي يجيب له تفاحية واللي يجيب له موزاية واللي يعمل له نسكافيه واللي اكرام، واللي جاب له جلبية واللي جاب له طاقية واللي جاب له كذا، وهو قاعد في اخر المسجد لا يصلي معنا بس يسمع كلامنا ويشوف احوالنا بس ملاحظ. اول يوم اخر النهار قال لي بعد اذنك انا رايح علشان اشرب. مشي، جه على الفجر سكران طينة، دخلناه على دورة المية وحميناه وفوقناه وعملنا له نسكافيه وفاق ونومناه. تاني يوم قاعد معانا برضو طول النهار، بعد العشاء قال لي النهاردة ماليش نفسي اشرب. قلت كويس كده يعني السنارة غمزت. لا بس ثالث يوم بعد صلاة العشاء قال لي انا عايز اسلم. قلت له ايه اللي اقنعك بالاسلام؟ قال لي انا مولود في ملجأ، يعني جاي من زنا من سفاح، لا اعرف امي ولا اعرف ابي ولا لي اخ ولا اخت ولا خال ولا عم ولا حد يعرفني، امرض ما حدش يسأل عني، اجوع ما حدش يسأل عني، تايه في الدنيا ماليش حد، اول مرة احس ان لي اهل، انتوا اهلي، عشان كده بسلم. دي احنا تعبنا فيها في حاجة؟ حد اثبت له حاجة؟ ولكن بيئة صالحة. الملحد اسلم. قلت له ممكن تقول الكلام ده الفجر قدام المصلين؟ قال لي طبعا، انا خلاص مقتنع 100. اشهد الشهادة، شهد الشهادة، اغتسل، صلي ركعتين، صلى الفجر، قال كلمتين وسميناه عبد الله. الكلام ده 98. 2010 رجعت تاني نشوف الاحوال، وبعدين بسأل الاخوة اللي هناك المجتهدين اللي خرجوا معانا فين عبد الله الروسي؟ قالوا عبد الله قعدوا يسألوا اوه الشيخ عبد الله. قلت له شيخ؟ قالوا نعم، تعلم القرآن ورجع إلى روسيا داعيا إلى الله.